السلام عليكم. أنا في الفيديو ده النهاردة عايز أوجه رسالتين. الرسالة الأولى للشعب المصري، والرسالة التانية للعالم العربي والإسلامي كله. رسالتي للشعب المصري بقول له كفاية بقى نوم في العسل، كفاية خذلان، لأن أنتوا أقسم بالله العظيم هتدفعوا الضريبة، ضريبة خذلان إخواتكم في غزة، لأن أنتوا اللي بتتحملوا الجزء الأكبر من الخذلان وليست الحكومة. أنتوا اللي خذلتوهم مش حد تاني. رقم واحد، لأنكم سايبين شوية كلاب خنازير مطلوقين على خلق الله في السوشيال ميديا يشتموهم. أي حد يتكلم عن القضية الفلسطينية بيتلموا عليه شوية الكلاب يشتموه بعرضه ويخوضوا في عرضه ويشتموه بأفظع وأقذر الشتائم. وانا واحد من الناس اللي كانت بتتشتم بالشتايم دي من شوية الكلاب اللقطاء اللي اكيد ملهمش ملة ولا دين. اي حد اي حد بيتكلم عن قضية غزة اكنه ما تعرفش عمل لهم ايه، يتلموا زي الكلاب يخوضوا في عرضه ويشتموه ويسبوه بأفظع الشتائم. انا بعيد عن السوشيال ميديا بقالي فترة، وكنت قررت ان انا مرجع لهاش تاني، واصبت بحالة من اليأس وقلت انت بتنفخ في قربة مقطوعة. هتفضل تعمل فيديوهات وتتشتم، والحاجات دي بتأثر في نفسيتي. يعني انا في الاخر بني ادم، انسان بيحس. هتفضل تتشتم في الفاضي، والكلام اللي انت بتقوله انت او غيرك خلاص ما عادش فيه امل ان الشعب ده يفوق. وخاصة الكلام ده زاد بعد موت انس الشريف رحمة الله عليه. افتكرت لما كنا عيال صغيرين ومات محمد الدرة، وشفت صورة محمد الدرة. لما شفنا صورته هو وأبوه جنب البرميل مضروبين بالنار، الصورة دي كان لها صدى ووقع في نفوسنا كلنا، حرك مشاعرنا كلنا، رغم ان احنا كنا لسه صغيرين. وايامها كنا تحت حكم مبارك. طلعنا في مظاهرات في الشوارع، رجالة وحريم وأطفال. ما قدرناش نستحمل بشاعة الصورة، صورة محمد الدرة. رغم ان احنا لو قارنا صورة محمد الدرة بالمشاهد اللي بتجيلنا كل يوم من غزة هنلاقيها صفر على الشمال، لا تساوي هذه الصورة بشاعة. يعني صورة محمد الدرة وابوه وهم مقتولين ما تجيش حاجة في الفيديوهات اللي بنشوفها بتجيلنا كل يوم من غزة. وبالرغم من كده الناس خلاص اعتادت المشهد، ما عادش بيحركهم حاجة. استغربت، هو احنا لسه بشر؟ هو احنا كمصريين وكعرب وكمسلمين لسه بني ادمين، ولا تحولنا لكائن تاني احنا ما نعرفوش؟ ما هو مستحيل، مستحيل لو كنت جيت من 20 سنة عدت مثلا وقلت لي ده هيحصل اللي بيحصل النهاردة في غزة من قتل وتجويع وحصار ومشاهد بشعة بنشوفها كل يوم بتجيلنا من غزة. لو انت جيت من 20 سنة قلت لي ان هيحصل الكلام ده، وان مش هيبقى فيه مظاهرات في الدول العربية ولا في مصر، وان هيكون فيه كل يوم مظاهرة في الدول الأوروبية،
كل يوم مظاهرة في دولة أوروبية شكل، وإن الأوروبيين والأجانب هم اللي هيعملوا مظاهرات علشان إخواتنا في غزة، وإحنا هنكون بنغط في نوم عميق. مستحيل كنت أصدقك، مستحيل. ما هي حاجة ما تخشش عقل بني آدم، بس للأسف ده بقى واقع إحنا عايشينه. مصيبة أهل غزة مش في الحكام، مصيبة أهل غزة فينا كشعوب. إيه اللي عملناه عشانه؟ إيه اللي عملناه علشان أهل غزة؟ ولحد إمتى هيفضل مستمر الإبادة الجماعية اللي بتحصل في أهل غزة وإحنا ساكتين؟ الوضع خلاص يا جماعة عدى الحدود، يعني الموضوع عدى حدود الخذلان. الموضوع بالنسبة لنا ما بقاش خذلان، وصل للدياسة. ما بقاش خذلان، دي بقى الدياسة. هنفضل لحد امتى ساكتين؟ انا كنت ناوي ما اخرجش تاني ولا اتكلم تاني، لان عارف ان كلامي ملوش اي لازمه، وعارف ان لو حد اتفرج على الفيديو دلوقتي هيعديه زي اي فيديو خلاص، وكلمتين واسمعهم. بس بعد ما شفت الضريبه اللي دفعها انس، قلت هفضل اتكلم واتكلم واتكلم، حتى لو كلامي مش هيجيب نتيجه، حتى لو كلامي هيصحي ضمير واحد بس، هفضل اتكلم. الكلام ده بقى للشعب المصري. فاكرين في فيديو قبل كده انا قلت لكم ان اول ما دولة الكيان هتفرغ من غزة هيكون الدور على مصر؟ فاكرين الكلام ده؟ وطلعوا كلاب الحقير شتموني في التعليقات وقالوا لي خط مصر، مصر خط احمر، محدش يقدر يجي يم حدودنا. طيب انا همشي معاكم واحدة واحدة. في ظل الخذلان بتاعنا لأهل غزة، وفي ظل ما بيحصل دلوقتي في غزة والعالم كله إلا احنا شايف ان احنا اللي محاصرين اهل غزة، بتكلم على الحكومة، والمظاهرات اللي بتحصل قدام السفارات المصرية في كل البلدان، يقوم جاي هو رايح عامل اتفاقية غاز 35 مليار دولار، ويطلع النتن يتفاخر قدام شعبه ان هو عامل اتفاقية ب 35 مليار دولار، نص تكلفة الحرب على غزة، وتكون اكبر صفقة في تاريخ دولة الاحتلال. منين؟ من مصر. الفلوس اللي دخلت هناك دي منين؟ من مصر. وامتى؟ في ظل ان العالم كله بيتظاهر قدام سفارتنا وبيقول ان احنا اللي محاصرين وان احنا اللي سبب في حصاره. ده اسمه ايه؟ اعرضوا الكلام على عقولكم. ده اسمه ايه؟ ده يتسمى ايه غير خيانة؟ ده يتسمى ايه غير خيانة؟ ازيدكم من الشعر بيت عشان ما اطولش في الفيديو. الاتفاقية دي بتقول ان احنا هناخد الغاز من حقل اسمه ليفيثان. ليفيثان ده حقل غاز موجود في البحر الابيض المتوسط. المسافة بينه وبين الشط المصري اقرب بكتير من المسافة بينه وبين شط دولة الاحتلال. يعني من الاخر حقل الغاز ده جوه مياهنا الاقليمية، حقل مصري 100%. الديوس لما جه عمل ترسيم حدود بين اليونان ومصر ودولة الاحتلال، اتنازل عن الحقل ده لصالح دولة الاحتلال، مقابل ان هي تساعده في اعتراف الدول بالانقلاب اللي عمله. يعني من الاخر الحقل بتاعنا، واحنا اللي بنشتري منه غازه النهاردة ب35 مليار، ومصر هتكون منورة من غاز دولة الاحتلال. طيب تعالوا بقى يا بتوع الأمن القومي المصري يلي منعتوا قافلة الصمود
بحجة الأمن القومي المصري. تعالوا نبص كده على أرض الواقع وخدكوا في رحلة جميلة هتعجبكوا قوي. نيجي نبص الغاز بتاعنا، مين اللي ماسك الحنفية بتاعته؟ هنلاقيها دولة الاحتلال. 35 مليار لمدة 14 سنة هم اللي بيدوك غاز والحنفية عندهم. طول ما انت بتسمع الكلام هتفضل الحنفية مفتوحة، لو ما سمعتش الكلام هتتقفل الحنفية. طيب الكهرباء عندنا مفيش غاز، يعني مفيش كهرباء، فبالتالي كمان الكهرباء في ايد دولة الاحتلال. طب المية، هنلاقي ان اكبر ممول لسد النهضة في اثيوبيا هي دولة الاحتلال، فكمان حنفية المية بقت في ايديهم. برضو لو ما سمعناش الكلام هتتقفل الحنفية. فايه اللي حصل بقى يا شعب مصر؟ مقدراتك كلها بقت في ايديهم. هل دي مش خيانة؟ هل ده مش امن قومي؟ ولو ما كانش ده هو الامن القومي، يبقى ايه هو الامن القومي؟ طيب ازيدكم من الشعر بيت. بعد العهر ده بقى يطلع النتن ويقول بالنص: انا مكلف بمهمة روحية من الاجيال السابقة، ان انا اكون اسرائيل الكبرى. فين يا عم الحاج؟ قال لك جزء من مصر وسوريا والاردن والسعودية، علنا كده. يقوم طالع وزير الخارجية بتاعنا يقف على معبر رفح ويقول وهم إسرائيل الكبرى ديت وهم في دماغكم. فين ردك؟ فين كرامتك؟ اهو الراجل ما عادش خايف، بيقول لكم بالمفتشر: انا هخلص غزة وادخل عليكم. هي دي الخطة. هتفضلوا نايمين لحد امتى يا شعب؟ هتفضلوا نايمين لحد امتى؟ لحد ما تصحوا تلاقيهم جوه بيوتكم. وعلى فكرة، عارفين الجماعة اللي بيعلقوا في التعليقات تحيا مصر تحيا مصر؟ عارفينهم الجماعة دول؟ هم نفسهم اللي لما دولة الاحتلال تخش مصر هيدافعوا عنه، والله العظيم. عارفين ليه؟ لأن اللجان دي أصلا قاعدة عندهم بتتدرب، واللجان دي بتخدم المخطط. مستنيين إيه؟ النهاردة عند أخوك، بكرة هتكون عندك في بيتك. مستنيين لما تصحوا تلاقوهم جوه بيوتكم بينتهكوا عرضكم وبيقتلوا ولادكم. فوقوا قبل فوات الأوان. الرسالة التانية للشعب العربي والإسلامي كله: بلاش فرقة. بلاش فرقة، وسعودي يشتم مصري ومصري يشتم سعودي وجزائري يشتم مصري وتونسي يشتم مغربي، أو جزائري يشتم مغربي ومغربي. بلاش فرقة. صدقوني اللي بيكتبوا في اللجان وبيشتموا ويهيجوا الدنيا على بعض دول لجان منهم، هم عايزين يفرقونا. يا جماعة احنا في أحلك مرحلة عدت على الأمة دي. لازم نتحد، لازم نكون ايد واحدة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يكشف الغمة ويبان لها حل. وكثفوا المظاهرات، كل يوم يكون في مظاهرات في الشوارع واضغطوا على الحكام علشان أهل غزة. واتحدوا، بلاش تفرقة. ويا جماعة، الجماعة اللي بيكتبوا لي من تونس الحبيبة أو من الجزائر الحبيبة ويقعدوا يشتموا في مصر وفي الشعب المصري، أنا مصري أهوت ومناصر للقضية وزي كتير. فبلاش تعمم وتشتم الشعب كله. بلاش تديلهم فرصة يفرقونا. بلاش تديلهم فرصة يفرقونا. يا جماعة احنا كلنا واحد. أقسم بالله، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله ما ليها حل غير إننا نبقى إيد واحدة ونتحد. يا رب هون على أهل غزة الأيام دي، وربنا يسامحني على سكوتي الفترة اللي فاتت، وبعتذر ليهم إن أصبت بحالة من اليأس. بس أنا هفضل أتكلم وأتكلم وأتكلم لآخر يوم في عمري، لحد ما تنكشف الغمة إن شاء الله.
بإذن الله عن قريب، بإذن الله. وآخر كلمة هقولها ليكم يا شعب مصر: فوقوا قبل فوات الأوان، فوقوا قبل فوات الأوان. الصحراء دول حجاجهم كتير، ممكن تلاقيه الصبح قايم يشتم في الكيان عشان تقوم الحرب ويسلمهم البلد. فوقوا قبل فوات الأوان. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم اجعل كلامي هذا شاهدا علي يوم العرض عليك، اللهم اجعل كلامي هذا حجة عليكم يا شعب مصر يوم العرض. ويا رب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يا رب، أنا عملت بمقولة الرسول صلى الله عليه وسلم وبحاول أغير بلساني. يا رب، يا رب تكون دي حجة ليا قدام ربنا سبحانه وتعالى وتشفع لي الخذلان. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.